مشاهدينا رجعنا معاكم بنبتدي فقرتنا. هنتكلم عن الحس الفني عند المرأة، بمعنى ان كتير من الستات بيكون عندهم مواهب ومواهب جميلة، يعني مثلا زي الرسم او حاجة هاند ميد، تريكو، كروشيه. في ستات تحب تعمل بالخرز مثلا حاجات في الملابس. الحقيقة المواهب بتبقى كتيرة جدا عند الستات، والست المصرية دايما شاطرة في المواهب، لكن احيانا ما بتبقاش عارفة تكتشف انها عندها الموهبة دي، او عايزه حد يساعدها على اكتشافها، وكمان محتاجه وقت. فطبعا احنا هنعرف معاكم ازاي الاول تكتشفي موهبه، وازاي تنظمي وقتك حتى في وسط مشغولياتك مع ولادك والمذاكره والتمارين والبيت، تقدري تدي نفسك وقت تعملي فيه الموهبه اللي انت حباها. لان احيانا كتير المواهب دي بتتقلب كمان لمشروع بيدر دخل على الاسره، فيبقى جميل انها تبقى موهبه وكمان مشروع ليكي. ده طبعا حسب رغبة كل واحدة، لكن أهم حاجة اكتشاف الموهبة. هنتكلم في الموضوع ده مع أستاذة مروة عبد المنعم، فنانة تشكيلية. صباح الخير يا مروة. صباح عاملة النور. ايه؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. الستات المصريات الحقيقة عندهم مواهب كتير قوي حلوة قوي، صح؟ ده حقيقي. بس المصريين عموما احنا فنانين ايوه بالفطرة. فنانات، ايوه حقيقي حقيقي. بالفطرة فعلا. يعني لازم تلاقي كل واحدة عندها موهبة معينة في حاجة معينة، ده حقيقي. صح؟ انا من وجهة نظري ان الستات المصرية عموما كلهم فنانين، مم. سواء هم اكتشفوا ده فعلا او بيمارسوه كمهنة او في حياتهم اليومية. لان احنا لو بصينا على الحاجات اللي بنعملها في حياتنا اليومية، مثلا سواء الست وهي بتطبخ في البيت، فالطبخ ده في حد ذاته فن. مم. فرشها لبيتها او ستايل بيتها ده في حد ذاته فن. مم. بنلاحظ ده اكتر لما بنرجع بالزمن كده، لما ما كانش فيه تكنولوجيا قوي، والستات كانت طول الوقت كلهم بيعملوا حاجات بايديهم. فكنا بنلاحظ قوي ازاي امهاتنا وجدودنا فعلا كلهم كانوا فنانات، خصوصا في الحاجات اللي ليها اه علاقة بالايد. بالظبط، انا لسه هعمل بقى مقارنه بين زمان ودلوقتي. بس كمان عايزه اقولك ان احيانا كمان الطبخ بيبقى فن، يعني في ستات فنانات في الطبخ، وهي بتطبخ عادي بس هي عندها فن في الطبخ بطريقه معينه مثلا بالظبط. متميزه. يعني لو بصينا مثلا هنلاقيها مثلا يعني كل الحاجات تقريبا هي بتعرف تعملها في البيت، سواء مثلا مربات، سواء اكل عادي. ده في حد ذاته نوع من انواع الفن. ان هي مثلا زمان شويه برضو كانت الامهات كلهم عندهم مكنه خياطه، وهي امم اللي بترسم الباترون تمام. وبتفصل من غير ما تحس ان الموضوع كبير. او لكن ده في حد ذاته لو بصينا له دلوقتي قد ايه بيروجوا له، وازاي تعمل ديزاين وازاي هتفصل. فهم كانوا بيعملوا الحاجات دي بمنتهى السهوله. فبنبص صحيح. قد ايه مم. ممكن تكون الستات المصريه كل حاجه بتعملها هي فعلا فن، بس هي مش واخده بالها قد ايه هي فعلا كده في الجينات او الدي ان ايه بتاعها كده، هو الفن بيطلع لوحده. بالظبط. طب ازاي بقى مروه كل واحده تكتشف موهبتها او تعرف منين ان هي عندها موهبه معينه؟ آه، احنا لو راقبنا نفسنا لايه اكتر حاجة لما بنعملها بنحس ان احنا مبسوطين. يعني لو انا مثلا متضايق او عندي مثلا طاقة سلبية، ما ايه الحاجة اللي انا هقوم متوجه ليها على طول اعملها، اطلع فيها الطاقة واحس بعدها ان انا مبسوط؟ مم. يعني هل مثلا لما بمسك ورقة وقلم وبرسم، هل لما بسمع مثلا مزيكا او بدندن اغنية معينة، هل لو قمت مثلا غيرت الديزاين بتاع الشقة مم. وعملت تصميم جديد؟ لو انا بدأت اراقب نفسي واشوف ايه اكتر نشاط هو بيعمل لي الحالة بتاعت الهيلينج مم. ديت او التنفيس، غالبا ده هيكون اكتر نشاط انا بأبدع فيه او بحس ان انا مبسوط جواه. اه يعني دي الحاجة اللي هي بتخليني اعرف ان انا عندي موهبة، بالظبط او في اكتشفها في الاتجاه نفسي. دوت. مثلا في الفنون البصرية او في الحاجات السمعية، اني انا بحس اكتر بان انا مبسوط، ان انا مش مستني مثلا عائد مادي وانا بعمل النشاط دوت. لا، انا بعمل ده عشان انا مبسوط وانا بعمل ده. بتكون دي في الغالب الحاجة فعلا اللي انا عندي موهبة فيها. طيب لو انا عرفت ان عندي موهبة في مثلا في الرسم، في الموسيقى، في اي حاجة هاند ميد انا بعملها، اكتشفت ده في نفسي وعارفة ان انا شاطرة فيه ومبدعة فيه، ازاي انمي ده؟ يعني هي اهم حاجة تطوير الموهبة او تنميتها. ازاي الست تنمي ده عندها؟
في البداية أنا لازم يبقى ليا الوقت الخاص بتاعي خلال اليوم، يعني هعمل المي تايم بعيد عن كل الدوشة بتاعة الشغل والبيت والتفاصيل اللي أنا هشتغل فيها على الموهبة دي. يعني لازم يبقى كل يوم في مثلا ساعة في يومي أنا بمارس فيها المهارة الجديدة أو الفن اللي أنا عايزة أشتغل عليه. هبدأ أدور. يعني دلوقتي في ميزة إن المراكز الثقافية أو الأكاديميات الفنية أو يعني المراكز الثقافية اللي تابعة مثلا للدولة أو الخاصة فيها أنشطة كتير فنية. مم. فبقى سهل، مش زي زمان إن أنا لو أنا عندي موهبة ما مش شرط إن أنا أدخل أكاديمية فنية مم. وأتعلمها. فهنلاقي مثلا كورسات حرة مثلا في فنون جميلة، في تربية فنية، في تربية موسيقية، في الأوبرا. ممكن اتعلم فيها موسيقى او رسم. دلوقتي طبعا السوشيال ميديا والانفتاح اللي موجود. يعني انا مثلا عن نفسي حاجات كتير قوي اتعلمتها اونلاين. مم. ممكن تشوف فنانين من العالم كله، يعني ممكن تتعلم تطريز مثلا من دولة مختلفة تماما بتقنيات مختلفة. مم. الدنيا بقت مفتوحة تماما دلوقتي، حتى لو الخامات والادوات مثلا مش متوفرة انت بقت سهل ان انت تجيبها اونلاين. فالحاجات بقت اسهل بكتير لو انا اه حابب ان انا فعلا اتعلم حاجة جديدة. فعلا انت عندك حق. يعني الانترنت دلوقتي وعن طريق اليوتيوب اي حد دلوقتي ممكن يتعلم اي حاجة في اي حاجة. يعني بالظبط. بتاتش زرار انا مثلا عندي موهبة معينة ممكن اكتب موهبتي هلاقي هستفيد بقى من فيديوهات كتير تعلمني. وده موجود جدا دلوقتي. بالظبط، مم. ده سهل قوي الدنيا. مم. ان انت منفتح على العالم كله، بتشوف الفنون الفولكلورية والتقليدية والتطريز والنول يعني بتشوف العالم كله ازاي بيستخدم الخامات دي وازاي اشتغل بيها. فالموضوع بقى اسهل بكتير لو انا حابب ان انا اتعلم حاجة ان انا اتعلمها بسهولة. بالظبط. يعني ما بقاش في حجة بقى لا، ما دلوقتي ان فيش انت حاجة تقولي خالص. الست تقولي انا لسه هروح لا خالص. مركز مثلا ثقافي او مكان معين اتعلم. لا انت ممكن تعلمي نفسك بنفسك. بالظبط. مم. والكورسات يعني في كتير مجانا، في بفلوس قليلة، يعني الحاجات بقت سهلة جدا. اه بالظبط. مم. طيب خلينا نعكسها كمان على اولادنا. يعني مهم جدا برضو ان احنا ما نكتشف موهبة عند ولادنا زي ما قلت بقى في رياضة في رسم في موسيقى في اي حاجة ان احنا ننميها. يعني ان كتير من الناس بيبقوا عارفين ان في موهبة ممكن يعني ما يهتموش انهم ينموا الموهبة دي. ازاي ننميها او اهمية ان انا انمي الموهبة عند ولادي؟ انا شغالة اصلا في مجال الورش الفنية للاطفال من جميل. من اه. سنين طويلة. مم. فانا لاحظت قد ايه فعلا وجود نشاط فني في حياة الاطفال ده مهم، وعلى المدى البعيد ازاي بيفرق بيفرق في ازاي الاول قبل ما نتكلم على التنمية؟ يعني بيفرق ازاي عند الطفل تنمية الموهبة؟ الشخصية نفسها بتختلف تماما. الطفل بيكون أهدى، بيكون قادر يعبر عن نفسه بسهولة. يعني احنا لو راقبنا الأطفال هنلاقي أكتر حاجة الأطفال متعرفش تعبر عن نفسها، مم. فبتقوم مزعقة أو بتصوت أو بتتنطط لأن هو مش عارف يقول ايه اللي هو حاسس بيه. لكن لما بيكون في نشاط فني في حياته، أولا بيعرف ينفس عن الطاقة السلبية اللي جواه. ان هو يعبر عن نفسه ده بقى اسهل لان بقى عنده ادوات اكتر للتعبير. يعني لو الكلام مثلا مش كفايه ان هو قادر يعبر عن اللي حاسس بيه، فبقى فيه اداه تانية، بقى فيه رسم، بقى فيه ان انا ممكن اعمل فيلم صغير احكي فيه حكايتي، اني انا ممكن اعزف. فكل الحاجات دي بتخلي شخصيه الطفل نفسها مختلفه عن الطفل اللي ما عندوش نفس الادوات. اه بالظبط. يعني دي بتختلف. بس هل بيفرق اكتشاف الموهبة عند الأطفال يعني السن بيفرق من طفل لآخر؟ اكتشافها مثلا بدري غير اكتشافها متأخر شوية؟ هو الطفل مثلا في سن ما قبل الحضانة وسن الحضانة بيكون أحسن إن احنا نسيبه يلعب، يعني إن احنا نتيح له مساحة بس ونوفر له الخامات والأدوات اللي هو حابب يلعب بيها ونراقبه وهو بيلعب. هنعرف ساعتها هو موهوب في ايه. فيعني مثلا هنجيب له صلصال، هنجيب له الوان، هنجيب له ادوات موسيقيه، واحنا هنبدا نراقب ونشوف الطفل مايل لايه. مم. لما بنحس ان هو مايل لاتجاه معين وبيكون مثلا بدا سن المدرسه، انا مع ان بدايه سن المدرسه نبدا ممكن اديله شويه بقى ارشادات ان لو انت حابب تنمي موهبتك فهنعمل كذا او كذا او كذا. يعني ما نبداش قوي من سن صغير لما يكونش صحي قوي، مم. لان احنا بنبدا نحط عليه ضغط مش منطقي بالنسبه لسنه. لكن لما بيكبر شويه في سن المدرسه بيكون
سهل بقى ان احنا نبدأ نوجهه بس على حسب سنه، فبيبقى الموضوع محتاج شوية حد متخصص مم. وتربوي. يعني مش ما ينفعش يكون حد مش مهم ان الطفل يعمل احلى لوحة او يعزف احسن حاجة موسيقية مثلا في الدنيا، بس انا على المقابل حاطط له ضغط عصبي ونفسي مم. كبير. فالحاجات دي بيكون احسن ان يكون تحت اشراف حد فعلا تربوي وفاهم هو بيدرب الاطفال ازاي. تمام. طيب انتي في الورش اللي انتي فيها الاطفال بتتعاملي معاهم من كام سنة اعمارهم يعني؟ انا زي ما قلت انا بفضل ان هو يكون دخل المدرسه، يعني تقريبا مثلا اولى ابتدائي مثلا. لان اولا انا بشتغل ورش كتير سواء رسم او صناعه افلام رسوم متحركه صغيره مع الاطفال. مم. فان الطفل يكون دخل المدرسه شويه وتعلم قرايه وكتابه وعارف يعني ايه مدرسه، وبيكون اسهل شويه. مم. وبيكون مدرك يعني. مدرك شويه، مم. وما بيكونش فيه ضغط كبير ان انا بطلب منه نشاط مش منطقي لسنه او لمستواه الفكري او لمهاراته، علشان لما بحط ضغط اكبر على طفل في سن معين ده ممكن يكون ليه رد فعل سلبي مش ايجابي. مم. فانا بفضل بدايه من مثلا سن مثلا 7 او 8 سنين لغايه مثلا بدايه سن نهايه المراهقه وبدايه الشباب يعني. مم. الفترة دي بتبقى فيها تنمية اكتر يعني او اكبر، بالظبط، او يكون استيعاب يعني. الطفل كمان مبدع اكتر يعني. مم. اكبر شويه بقى بنكون خلاص عقلنا بدأنا نحط له سقف كده، بيبقى صعب قوي ان احنا نبدأ بقى نكسر السقف اللي اتحط ده، اللي هو لا انا مش هعرف، لا انا مش هقدر، مم. لا مش رسمتي مش هتبقى احسن حاجه، لا الفكره دي مش حلوه. لكن الطفل الصغير شويه بقى بيبقى عنده اني لا الفكره دي جميله، لا سهله، انا اقدر اعمل اي حاجه. لكن الكبير بقى بنبقى محتاجين نشتغل معاه على الاتنين، مم. ازاي بقى نكسر كل الاعتقادات اللي مش حقيقيه دي عن نفسنا، مم. وازاي بقى نرجع نبدا نشتغل بقى تاني ونحرر عقلنا ونفسنا من كل الافكار اللي هي اصلا ما بتكونش حقيقيه. لان انا شايفه ان الانسان اصلا فنان، مم. يعني ربنا خلقنا كلنا اصلا فنانين، يعني اه. الفن مرادف اصلا لفكره الانسانيه. اه طبعا. فبنقعد بقى كتير قوي مع الكبار عشان نقعد نقنعهم ان انت فنان وربنا خلقنا كلنا فنانين، وما تقولش مش هعرف، وما تقولش ان رسمتي مش احسن حاجه. فالشغل مع الاطفال عشان كده من وجهة نظري انا يعني بكون مبسوطه اكتر، عشان كده بحب اشتغل اكتر مع اه الاطفال. تمام. لان انا بتعلم مم. منهم اصلا، يعني انا بتعلم اه منهم ازاي احرر عقلي من مم. الافكار اللي هي مأيداه. بالظبط. مم. طيب الام والاب بقى لما بيكتشفوا موهبة معينة عند اولادهم، اول خطوة بيعملوها ايه؟ هل بس بينموها جوه البيت؟ يعني مثلا اكتشف حاجة في الرسم يجيب له الوان وكراسات، حاجة في الموسيقى يجيب له آلة معينة، ولا لازم ينطلق بيه بره البيت في مراكز متخصصة يعني؟ وهو صغير هو زي ما قلت احسن يبقى بيوفر له الخامات والادوات والمساحه في ان السن هو الكيجيات يعني. يلعب مم. ويجرب. ده احسن حاجه ان انا اكون موفر له كل الخامات اللي هو حابب يجرب فيها. كبر شويه اظن بقى نبدا نتوجه، بس نبقى عارفين ان المكان ده متخصص حقيقي. لان انا شفت اماكن بتضغط على الاطفال علشان باباه او مامته عايز يشوفه بيرسم احسن لوحه في الدنيا، ممكن يجيب اتجاه سلبي، فالطفل يكره اصلا الرسم الرسم. مثلا او الحاجة اللي لان بيعملها. هو محسسني طول الوقت ان انا مش قادر او ان انا عليا ضغط. فهتوجه مثلا للاماكن اللي انا واثق ان هي فعلا تربويه، وان المدربين اللي موجودين فيها على مستوى كويس. مم. سواء مراكز ثقافيه تابعه للدوله، اصول الثقافه، الاوبرا. وابدا اسال على الانشطه ومواعيدها، وابدا اراقب ابني، ما احطش عليه ضغط برضو، يعني ما اقعدش اضغط عليه طول الوقت ان لا انت ده مش حلو، لا ده حلو، لا اسيبه هو يلعب ويجرب. وابدا احاول ادور له كمان على اماكن مثلا يعرض فيها شغله. يعني دلوقتي بقى في معارض بتعرض مم. للاطفال، تمام. بقى في مثلا فرق موسيقيه في الاوبرا واوركسترا للاطفال. فابدا اشوف التجمعات اللي فيها اطفال بتحب نفس الحاجات اللي هو بيعملها، مم. بحيث ان يشوف ان النشاط بتاعه كمان ليه جماهير. يعني انا عارض اللوحه بتاعتي وفي جمهور جاي في يتفرج عليها. تحفيز او بالظبط. تشجيع، زي الامهات اللي بتودي مثلا بناتها تلعب باليه او جمباز او الحاجات اللي هي فيها لياقة بدنية. ممكن بعد كده تطلع الطفلة دي متفوقة جدا في المجال ده، بس بالظبط. عشان هي نمتها مع بنتها من البداية، او بالظبط. تنمي الموهبة مع الولد مثلا من البداية، بتفرق جدا
الاهتمام يعني. بالظبط. طيب نتكلم برضو عن تنمية الموهبة. هرجع تاني عند المرأة في سن ال 30 وال 40 بشكل خاص. يعني لو اتكلمنا عن السن ده اللي هي بتكون فيه بقى ولادها كبروا شوية، ما بقتش تذاكر معاهم طول الوقت، او ابتدت بعض المسؤوليات تبقى اخف، هي ازاي تنمي موهبتها في الفترة دي، او ازاي يعني تهتم بالحكاية دي في الفترة دي او الوقت ده من عمرها؟ انا شايفه ان يعني على عكس ما احنا بنفكر ان مش مهم قوي ان انا اكون بتعلم في السن الكبير، انا شايفه ان لا، التعليم في السن دوت مهم جدا، لان انا ببقى كده عندي ان انا خلاص مش هتعلم حاجه جديده، اني خلاص الحاجات بتقف. فلما ببدا ادور على شغف جديد او على حاجات جديده انا بتعلمها، ده اولا بيبقى على المستوى النفسي بيفرق جدا، لاني انا بقالي فتره مفيش حاجات مدخلات بتدخل جوايا، كله حاجات انا بديها للعالم. مم. فلما بحس ايه ده، انا بتعلم حاجه لنفسي، ومثلا بتعلم رسم مثلا وبقيت ارسم على هدومي مثلا، مم. بقيت اطرز حاجتي، بقيت اعمل مثلا هدايا صغيره لاصحابي، انا بعمل حاجه جديده اول مره اعملها في حياتي. فده على المستوى النفسي بالنسبه للستات اظن هو مهم قوي، لان هي هتلاقي باب جديد تعرف تعمل بيه تنفيس اكتر لمشاعرها يعني. مشكلة بقى يا مروة ان احيانا بعض الستات بتبقى عندها موهبة بتحبها، بس هي يعني عايزة اقول بتتحجج بحجة الوقت. انا ما عنديش وقت. دايما بنقول ما عنديش وقت اعمل اللي انا بحبه. انا بحب ارسم، بس انا بدي وقت اولى مثلا لاولادي في المذاكرة، انا مش هسيبهم واقعد ارسم. بحب اسمع موسيقى معينة، ما فيش وقت لده، بتبقى مثلا مرهقة. فازاي نتخلص من عبء الوقت والحجج دي عشان الست تدي وقت لنفسها فعلا وتنبسط بحياتها وتنمي موهبتها يعني؟ هو انا لو فكرت فيها اني انا لو انا مبسوطه اكتر انا هخلي الناس اللي حواليا مبسوطين. فانا لما اعمل نشاط خاص بيا ويبقى فيه وقت ليا، لان ده حق على يعني حق نفسي عليا، هشوف هلاقي الوقت، مم. يعني هعرف الاقي الوقت. مم. لان انا لما اكون مبسوطه اكتر فبالتالي كل الناس المحيطه بيا هتكون مبسوطه، لما انا اكون قادره اعبر عن نفسي او ان انا اطلع مشاعري السلبيه او ان انا اكون اهدى، ده هينعكس على كل الناس اللي محيطين بيا، اولادي وبيتي واهلي وكل الناس. فانا شايفه ان لا، ده مش رفاهيه ان انا مم. الاقي لنفسي مثلا ساعه في اليوم اعمل فيها نشاط انا بحبه، هيخليني حاسه ان انا مبسوطه اكتر، او اني هيحسسني ان انا استاهل ان انا اعمل حاجه لنفسي. مم. حاسه ان هي مش رفاهيه، ولو انا حاسس فعلا وحابب هعرف كده وسط اليوم. مش لازم مثلا نعمل اكله صعبه النهارده، ممكن نعمل اكله اسهل هتخلص اه. بسرعه مم. ونقعد نعمل الحاجه اللي احنا حابين نعملها. تمام، يعني هي يعني تحدد لنفسها. بالظبط، يعني مم. هبدأ كده يعني أقصقص من الوقت اللي بتستهلكه حاجات تانية، وأنا لما ألاقي نفسي بقيت أهدى هلاقي الحاجات اللي أنا كنت ممكن بعملها في وقت أطول وأنا متوترة بقيت أعملها في المستقبل في وقت أقصر، لأني أنا شخصيا بقيت أهدى. هو انا عايزه اقولك انه كمان يعني ممكن يبقى افضل وقت للست بما انها بتتحجج طول الوقت ان هي مش فاضيه طول النهار، خاصه كمان لو كانت امراه عامله، يعني مش بس ست بيت، فهي عليها عبئين هنا. ممكن بالليل، يعني عارفه بيبقى في ساعه كده المفروض تديها لنفسها قبل النوم. انا بحب اعمل ايه، مش هتقعد مع نفسها كده تشرب حاجه بتحبها، تاكل اي حاجه بتحبها. بالتالي ده بيرفع الحاله المعنويه عند الست برضه. طبعا، لاني احساسي ان انا في الوقت بتاعي اللي هو انا بدلع فيه نفسي ايا كان انا بعمل فيه ايه، ده مهم قوي على المستوى النفسي، ان ده الوقت بتاعي اللي انا هتفرج فيه على مسلسل، هشرب فيه حاجة أنا بحبها دافية مثلا، هقعد أشخبط وأرسم، هكتب فيه خواطر، مم. هقعد أشتغل حاجة بإيديا. الحاجات اللي هي بنشتغلها بإيدينا شوية بتضيع التوتر. كل يعني الساعة أو النص ساعة اللي أنا هقعد أعمل فيها النشاط ده هتخليني صاحية أهدى، لأن أنا عملت تنفيس لكل التوتر طاقه كمان. اه. كل التوترات بتاعت اليوم مم. هي خرجت في النص ساعة دي. يعني هي نفسيا كمان الطاقة السلبية او التوتر بيخرج مع ان انا اعمل حاجة بحبها في موهبة معينة. أكيد مم. طبعا أكيد. تمام. ايه رأيك كمان الام اللي هي بتشرك ولادها في موهبتها او هي بتشارك في موهبتهم؟ ايه رأيك في ده؟ ده عظيم جدا طبعا، مم. لأني
اولا هيقوي الروابط ما بين الام وما بين الولاد، يعني يبقى في روابط اكتر لان في انشطه اكتر احنا بنعملها سوا. بنفكر سوا، يعني لو مثلا انا هنقعد نرسم مثلا على هدومنا احنا انا وهم مثلا، مم. لو جبنا هدوم قديمه والوان بترسم على القماش وقعدنا نخطط سوا وعملنا رسومات كده وتصميمات ولبسنا الهدوم دي سوا، يعني الحاجات دي شويه بتزود الروابط ما بين الام وولادها وبتخلق ذكريات مختلفه حتى لما يكبروا، وتفضل الحاجه دي موجوده بتفكرهم باللحظات اللطيفه اللي هم عاشوها سوا. ايوه بالظبط، والولاد بيتشجعوا كمان، يعني بيلاقوا الام بتشاركهم، بيبقى تحفيز، عامل تحفيز ليهم، غير انهم يقعدوا مثلا لوحدهم يعملوا حاجه. بالتالي دي بتبقى حلوه ليها وليهم يعني بالظبط. للحالتين. طيب انت قلتي لي ان الست المصريه كمان من زمان عندها حس فني، يعني الحس الفني ده موجود عند امهاتنا او جداتنا، زمان كانوا بنشوفهم بيعملوا كروشيه وتريكو وحاجات حلوه كده بايديهم، من غير بقى ما تقعد تقول انا هكتشف في نفسي حاجه ان هي بتبقى مكتشفه لوحدها. أيوة. احنا شفنا ده كلنا، يعني ايه رايك في النقطه دي؟ هو انا زي ما قلت كده، انا حاسه ان الجينات المصريه فيها كده حاجه ليها علاقه بالفن، حتى لما نشوف تاريخ مصر كله هنلاقيه كله تاريخ فني في كل الحقب مصر من ايام مصر القديمه والفنون القبطيه بعد كده الاسلاميه والفن الشعبي. فمصر كده بحسه مكان اصلا عبقري. احنا لو نزلنا اتمشينا كده في العادي هيحصل لنا تغذية بصرية رهيبة في الشوارع والبيوت الأثرية والكنايس والمساجد والمعابد، يعني فاحنا اصلا اوريدي كلنا فنانين. زمان ما كانوش بقى عندهم القيود اللي هو انا لسه هكتشف، لا انا مش فنانة. هي الحاجات كانت بيتم توارثها كده جيل ورا جيل. انا ببقى قاعدة جنب ماما وهي بتطرز فانا هتعلم منها التطريز، فانا مش محتاجة اخد بقى الرحلة لا هو انا هعرف او مش هعرف، لا انا من وانا طفلة بتفرج على ماما وبعد كده انا بجرب. بعمل التريكو، بعمل لوحات بالخيوط وبعلقها في البيت. طب انا هستأذنك مروه، هناخد فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل نواصل حوارنا، خليكم معانا. تمام. لسه معاكم مشاهدينا، بنواصل حوارنا مع استاذه مروه عبد المنعم الفنانه التشكيليه. مروه قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تنميه او المواهب اللي كانت موجوده عند امهاتنا وجداتنا، وقد ايه كانوا بيشتغلوا وكانوا بيلاقوا وقت لنفسهم وبيطلعوا حاجات مبدعه جدا يعني. بالظبط. زي ما قلت، هي زمان ما كانش فيه القيود قوي اللي احنا حاطينها على عقلنا اللي هو انا هعرف اعمل ده او مش هعرف. لا الحاجات كده كان بسلاسة كده بيتم توارثها كده جيل ورا جيل. فكانت الام بتعلم بناتها كل الحاجات اللي هي بتعرف تعملها سواء كروشيه، ويجيبوا الخيط ويفكوا ويجربوا. ما فيش بقى القيود اللي هو لا انا مش هعرف اعمل ده، لا انا هقدر كانوا اعمل بيحبوا ده. يتعلموا كمان، ما كانش في رفض للتعليم، وكانوا بيعرفوا يلاقي الوقت لاني مش هتفرج على التلفزيون مثلا، مفيش تلفزيون قوي او مفيش حاجات كتير. النت بقى دلوقتي واخد الوقت فعلا، بالظبط. ده فانا حقيقي. قاعده جنب ماما، ماما بتعمل كذا فانا بتعلم منها. فهتلاقي ان احنا زمان في بيوت جداتنا وبعد كده بيوت امهاتنا هيبقى دايما في مفارش، تقومه مفارش ماما اللي عاملاها. هتلاقي مثلا في مفرش كده محطوط على الكنبه ماما اللي عاملاه. هتلاقي مثلا مفرش سرير معمول مثلا في حاجات لغسيل. هاند ميد كتير. كتير وكلها مثلا الامهات او الجدات هم اللي كانوا انت عاملينها. عارفه، انت قلتي نقطه مهمه. هو زمان عشان ما كانش فيه يعني عوامل الترفيه الكتير ووجود الانترنت والتكنولوجيا بشكل خاص، كان فعلا في وقت للابداع. يعني كان في وقت ان الام تقعد او الجده تقعد تعمل حاجه وتعلم كمان ولادها. يمكن دلوقتي ولادنا ممكن ينفروا من التعليم شويه لان هما في موبايل بقى في ايديهم، دي المشكله يعني. الوقت بيضيع في حاجات يعني هو الانترنت يعني اداه ذات حدين. انا حابب استخدمه ان انا اقعد اتعلم حاجات فعلا واعرف حاجات، فده هيكون سهل جدا بالنسبه لي. او ان انا ممكن استخدمه ان اليوم كله يضيع وانا مش عارف اصلا بالظبط. يومي كله راح في ايه. بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن الورش يعني الخاصه برضو بالاطفال وتنميه مواهبهم. انت في ورشه اطفال يعني، يعني قولي لي بس، هل في شروط للالتحاق باي ورشه اطفال ولا عادي اي طفل ممكن يلتحق في اي وقت؟ بالنسبه للورش اللي انا بعملها، انا عامله مبادره كده صغيره اسمها حصه رسم. بحاول كده اروح اماكن ثقافيه، مراكز ثقافيه، اروح متاحف.
ما بيبقاش في شروط على الاطفال، غير ان لما مثلا نفتح مثلا ابلكيشن او كول للورشه ان الاطفال تقدم الاول، لان بيبقى للاسف في عدد محدد، مش هقدر اشتغل مع كل الاطفال. فمثلا الورشه دي هاخد 20 طفل، فبيبقى غصب عني اول 20 طفل اقدمه، هم اول 20 طفل باخدهم مثلا. لكن انا يعني في الورش بتاعتي ما بحطش اي قيود، لان انا شايفه ان من حق كل الاطفال ان هي تتعلم وان هي تلعب وتجرب. يعني هو بس اللي بيقيدني الصحه شويه ان اروح والطاقه، لاني يعني انا بحاول ساعات اروح محافظات او اروح اماكن مختلفه، بس هي بس الطاقه ان انت بقى ترتبي المكان وتروحي. بتاخد مجهود ووقت برضه. طبعا. انت ما فيش حد بيساعدك يعني في الموضوع ده؟ يعني ساعات ممكن مثلا صحاب ليا يتطوعوا ان هم مثلا يمسكوا مثلا الجزء الاداري في الورشه ديت، او نعمل مثلا شراكه في مكان، فالمكان هو اللي ياخد الجزء الاداري وانا بيبقى عليا الجزء العملي. او ممكن الورشه من اولها لاخرها اكون انا اللي مصمماها لوحدي. بتبقى يعني على حسب كل ورشه، بس طبعا بتاخد مجهود كبير من اعداد المحتوى ان يبقى فيها معلومات فعلا تفيد الاطفال، وهنروح فين هنعمل ايه. يعني اخر مثلا ورشه عملناها كانت بتتكلم عن تاريخ مصر كله. رحنا المتحف المصري، جميل. ورحنا المتحف القبطي والمتحف الاسلامي، ورحنا شارع المعز. فكنا بنعرف تاريخ مصر وفي نفس الوقت بنفهم فلسفة الفن، وبنحاول نتخيل ان احنا الفنان مثلا المصري القديم وهنرسم زيه، هنتخيل ان احنا الفنان القبطي وهنبدأ نرسم زيه. ويعني وهكذا. لما رحنا شارع المعز تخيلنا ان احنا مهندسين معماريين عايشين في العصر ده، وهنبدأ نصمم شوارع وبيوت من نفس الاجواء اللي هي موجوده في شارع المعز. فكل ورشه بيبقى ليها ستايل معين. طبعا كل ده بيكون محتاج وقت طويل جدا من الترتيب. بس انت كفنانه تشكيليه برضو، يعني برضو كلميني عن نفسك كده نبذه بسيطه. انت اكتشفتي في نفسك بقى الموهبه ازاي او الفن ازاي؟ هو انا من وانا صغيره اصلا بحب الرسم، يعني تقريبا برسم من قبل ما اكتب. وعلشان يعني العيله عندي لحد ما كانت بتدعم دوت، وعمي كان فنان تشكيلي فكان بيقول لهم دي يعني فعلا موهوبه خليكم معاها. في اكتشاف بقى الموهبه بالظبط من وانا صغيره، وكان بيجيب لي الوان وادوات وحاجات، وماما كانت بتهتم وبابا وكده. فلما خلصت ثانويه عامه قلت لهم هتعلم، انا عايزه اخش بقى كليه فنيه وابدا اتعلم فن. يا اما مش هكمل تعليمي اصلا. انت اصريتي يعني اخش اتعلم عشان انت حاجه بتحبيها، تتعلمي حاجه بتحبيها. فدخلت تربيه فنيه وكملت شويه في تربيه فنيه، دراسات عليا في الرسم والتصوير. بعد كده كنت انا عندي شغف كده شويه بالرسوم المتحركه، وليه يعني كان عندي كده سؤال من وانا طفله، علشان برسم من وانا صغيره، ان رسوماتهم هم بتتحرك وانا الرسومات اللي برسمها ثابته مش بتتحرك. فاشمعنى انا يعني رسوماتي مش بتتحرك زيهم. فلما خلصت الكليه دورت على اماكن ممكن ادرس فيها رسوم متحركه، فروحت جزويت القاهره. كان في مدرسه بيتم انشائها يعني لتدريس الرسوم المتحركه، فدرست هناك رسوم متحركه، وبدات ادرس كمان هناك بعد كده رسوم متحركه. جميل. وبدات اعمل افلام، وبدات اعمل ورش للاطفال بقى، اوفر عليهم الرحله بتاعت ان ازاي رسوماتنا تتحرك، فبقيت اعمل للاطفال هم كمان ورش ازاي يعملوا افلام رسوم متحركه. جميل. اخر حاجه بقى يعني بعد كده بدات ادرس بقى حاجات لها علاقه بالمجتمع المدني والثقافه، وازاي نعمل برامج ثقافيه، وازاي نعمل تنميه ثقافيه في المجتمع. دلوقتي بقى بدرس علوم انسانيه، انثروبولوجي، يعني قريبه وبعيده في نفس الوقت، بس يعني عشان كل دراستي كانت عمليه، فحسيت ان انا محتاجه شويه الجزء النظري اشتغل عليه يعني. تمام. يعني بالتوفيق دايما يا مروه، وبشكرك جدا على الحوار الجميل. شكرا. بشكر مره تاني مروه عبد المنعم، فنانه تشكيليه، وبشكركم على حسن متابعتكم، والى اللقاء.